حاجات كتير بنتعامل معاها غلط او بنتعامل معاها بطريقه تقليديه وما نعرفش ان في طريقه انسب بكتير. اول حاجه الكراتين اللي بنرميها في الباسكت دي بتاخد مساحه كبيره جدا وبنضطر ان احنا نرمي الباسكت حتى وهو مش مليان. الحل بسيط جدا، هنبل الكراتين سواء كراتين بيتزا او بيض بالشكل ده، هنسيب الميه تتشرب فيها شويه. انا هنا غرقته ميه، ما تغرقوش قوي كده يا جماعه، هي حبه ميه بسيطه هتخلي الموضوع كله يكرمش في بعضه ونقدر نتخلص منهم بكل سهوله. البيض وانتي بتحطيه في التلاجة اقلبيه، ما تحطوش يعني انتي بعد ما ترصيه كده في العلبة او حتى بتحطيه في رف التلاجة، لا تقلبي العلبة كده هيبقى احسن بكتير، ودي الطريقة الصح لوضع البيض. كمان لما تيجي تحطي التويلت كلينر في الكومبينيشن ما تحطوش بالشكل ده، حطيه مع الفرشه بتاع تنظيف الكومبينيشن، كده هتوفري فيه وهتقدري ان انتي تنضفي بطريقه احسن وانسب ليكي. غلق الاكياس بتاعه العيش التوست ما تقفلهاش بالشكل ده، مجرد ان انت تلفيهم كده برمتين 3 وبعدين تنزلي الكيس هتلاقيه قفل باحكام جدا ومش هيدخلوا اي هواء. كمان لما بيكون عندنا تورت او كيكس ونبتدي ان احنا نغطيهم، خصوصا لو هي من فوق عليها كريمه، الكريمه بتبوظ مننا تماما. فالحل ان احنا نجيب عيدان اللي هي بتاعه الودان بالشكل ده ونقصها ونغرزها في الكيك ونحط كده الفويل عليهم، هتعمل كده زي قبه من فوق بحيث ان الفويل ما يخبطش في الحشو وتفضل الكريمه دايما سليمه معانا. مطابخ كتير جدا عندها الستاند بتاع المناديل ده وما يعرفوش ان الجزء ده اللي بيتحط فيها المناديل بالشكل ده. ناس كتير اول مره تعرفها، قولوا لي لو انتوا الناس دي. اتيكيت اكل البيض ما نكسرهوش بالمنظر ده، لا بنجيب كده معلقه ونخبط على البيض بالشكل ده، هنلاقي القشره معانا اتكسرت. بلاش نصدع الناس اللي حوالينا، التكسير ده مش هيعمل صوت وهيكسر لنا البيضه. العيش عندنا بات ونشف كده وحجر، دايما بنروح نرميه او نعمله بقسماط، لكن لو بلتيه بحبه ميه ودخلتيه الميكرويف هيطلع كانه لسه جاي من الفرن والرطوبه بتاعته هترجع تاني وهيبقى طري جدا معاكي زي ما انت شايفه. دايما لما نيجي نعلق البناطيل في الدولاب بتتزحلق مننا، تعالي اقول لك على طريقه حلوه جدا لتعليق البناطيل، وكمان مش هتبقى طويله معانا في الدولاب قوي، فتقدري تحطي حاجه لو في ارفف من تحت. هندخل كده شماعه بالشكل ده في العراوي بتاعه البنطلون، وهنجيب البنطلون ونحطه جوه الشماعه بالمنظر ده، كده البنطلون مش هيتزحلق مننا وكمان مش هياخد مسافه طويله جوه الدولاب بتاعنا. لما تيجي تحفظي الليمون ما تحفظهوش في العلب كده وخلاص وتحطيه، لا حطيه كل ليمونه في ورقه فويل. عايزه اقول لك انه هتحافظ على الليمون لاطول فتره، وبعدين ورق الفويل ده بعد ما تستعمليه سيبيه لليمون اللي بعده ما ترموهوش. عايزه تشيلي الحروق او الدهون اللي لازقه على البوتاجاز، هاتي كده ماكينه حلاقه من عندك قديمه واشتغلي بيها على الدهون كلها، تتشال بمنتهى السهوله. الشبك اللي بيجي مع البصل يا جماعه ده احسن ليفه للاطباق تستخدميها، بتنشف بسرعه بتنضف بسرعه وبتعمل رغوه حلوه جدا. كمان المتر بتاعنا لما نيجي نقيس لنفسنا حطي كده دبوس هيتقاس معاكي بكل سهوله. تكسير الامبولات بتاعه الحقن بالطريقه العاديه ساعات بتعورنا، الحل ان انت تخصصي سرنجه بالشكل ده تكسري بيها الامبولات. كمان التقسيم بتاع الحبايات على ظهر المعلقه هيبقى اسهل بكتير جدا، لو جربتيها دايما هتعمليها بالشكل ده. تقطيع الطماطم سلايسات متساويه، هاتي كده الشوكه بتاعه المطبخ وهتلاقيها معاكي اتقطعت سلايسات متساويه منتهى السهوله، وهتندمي بجد ان انت معرفتهاش قبل كده. بدل ما تقعدي بقى تملي الصابون في الديسبنسر بالشكل ده، لا اسنديه كده على حاجه وهو هيتملي لاخر نقطه من غير ما تقعدي بقى واقفه جنبه وتسنديه. نشغل ذكائنا شويه. مين فينا يجي يعمل كانيلوني ويكسل كل مره علشان حشوه الكانيلوني؟ عايزه اقول لك ان الطريقه دي حلوه جدا، مجرد ما بتمسكي كده الكانيلوني وتفضلي تدوسي كده تلاقي اللحمه المفرومه طلعت لوحدها واتحشت لوحدها بمنتهى السهوله، وفن كمان ممكن تخلي الولاد يعملوها معاكي. علب الجبن بالشكل ده لما يبقى عندنا عزايم، تعالي اقول لك هعملها بطريقه حلوه قوي. هنقطعها كده من الجوانب ونبتدي ان احنا نعملها مربعات، ونقوم قلبينها كده على الغطا ونحط فيها اعواد اسنان، وهيبقى سهل قوي لكل واحد ياخد حته الجبنه بتاعته بالشكل المربع الجميل الشيك ده من غير ما تقعدي توسخي اطباق كتير وتقطعي قدامهم. كمان علب الصلصة ما تحطهاش في التلاجة بالمنظر ده، حطي عليها حبة كده زيت من فوق، ده يخلي الهواء ما يدخل لهاش والعفن ما يظهرش عليها، وكده تحافظي عليها في التلاجة. كل ما تيجي تستعمليها هتبقى طبقة الزيت دي محافظة على وش الصلصة من الرطوبة. لما تيجي تريفل حاجة في اي برطمانات ريفل بالشكل ده، طبقي الكيس شوية واقلبي البرطمان واقلبي الدنيا كده زي ما انت شايفة. طريقة سهلة جدا وهتنزل لك كل حاجة من غير ما توقعي بره.
الاطباق الديسبوزبل اللي بتيجي مع اللحمه او الفراخ بيبقى فيها بقايا دم، لما بنرميها في الباسكت بتعمل ريحه وبتجيب حشرات وتجيب لنا حشرات. شطفه بسيطه كده هتغنينا عن المشاكل دي كلها. رشه شطه في الباسكت بعد ما تغيريه برضه هتغنيكي عن الروايح والحشرات. الدنتال فلوس بقى يا جماعه دايما بنستخدمه بالطريقه الغلط او في طريقه احسن بكتير. لو احنا عملنا له نط كده او عقده، عقدتين او عقده واحده، تشيل الاكل بطريقه احسن. يعني اي اكل محشور هتلاقيه اتشال معاكي بطريقه احسن. والتاب دي قالها لي دكتور السنان، وفعلا من ساعتها بقيت اعمل له نط الاول قبل ما انا استخدمه بالشكل ده. دي كانت كده حبه حاجات حبيت اشارككم فيها. قولوا لي انتوا كمان ايه الحاجات اللي انتوا كنتوا بتعملوها غلط واكتشفتوا طريقه انسب ليها.